والله يا جماعة من حلاوتها وجمالها بجد أنا بقيت مدمناها. عايزة أقولك انتي ممكن تعمليها خالص، ليه بقى ما تعمليهاش وهي بكوباية دقيق؟ بصي بقى تعملي الجمال والشكل التحفة دوا. عايزة أقولك كل الحلاوة دي كلها بكوباية دقيق. معانا هنا كوباية من الدقيق، هننزل عليها بمعلقة سكر وشوية ملح وكيس فانيليا يعني يا جماعة بجد، وهننزل بشوية زيت كده. هتبدأي ايه تبسيهم كده مع بعض. تقريبا بص هي مكوناتها ما فيش مكونات ليها خالص. وهنعجن يا جماعة العجينة دي بشوية مية من الحنفية عادية جدا خالص. بصي مكوناتها ما فيش، عجناها لغاية ما اتمسكت معانا. هنسيبها ربع ساعة كده ترتاح وهنرجع نشتغل فيها. وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. جبنا العجينة هنرش رشة من النشا. هنفرد يا جماعة العجينة بالنشا هنا، وهتبدأي بقى تفردي فيها. حاولي ترققيها على قد ما تقدري، هتفرد معاكي بسهولة ما دام العجينة ارتاحت معاكي. ما تقلقيش ان هي ما تفردش، لا بتفرد بسهولة. بعد ما فردنا العجينة كويس جدا هنجيب رشة من الدقيق النشا اسفة، وهنوزعها على الدقيق، وهنجيب اطراف العجين بقى وهنفضل نلفها رول كده رفيع زي ما انتم ما شايفين. والله العظيم يا جماعة يعني طعم وجمال وشكل هيبهر الكل. زي ما انتم ما شايفين دلوقتي هنعمل مع بعض ايه. هنبدأ نقطع فيها كده بالتساوي. شايفين بقى الرقات بتاعتها. عايزة اقولك وليه ما تعمليهاش وهي اصلا من غير مكونات. مكوناتها تقريبا كده موجودة في كل بيت. وهناخد واحدة واحدة زي ما انتم ما شايفين بالنشابة. واحدة فردة يمين وفردة شمال، فردة واحدة بس كده علشان تاخد معاك الشكل المموج التحفة دوا. خلصنا مع بعض يا جماعة كوباية الدقيق خدت معانا كمية كبيرة جدا. وفي زيت سخن غزير بقى هننزل مع بعض بالمقرمشات بتاعتنا التحفة دي. وانا مجهزة طبعا شربات وسايباه يبرد. وهنبدأ نقليها يا جماعة، نحمرها بقى كده في الزيت. مجرد ما الزيت ما بيسخن هتلاقيها اتنفشت معاك وورقت جدا. وكمان عايزة اقولك ان كمان رشة النشا اللي احنا رشيناها هتخليها مقرمشة معاكي جدا جدا. ولو وصلنا لحد هنا ما ننساش نحط اللايك. ويا رب كده فيديوهاتي تكون بتعجبكم. والله بص انا بحاول اجيب لكم الحاجات اللي هي السهلة جدا، اللي هي ما فيهاش تكلفة كبيرة. بإمكانيات بسيطة جدا هتعملي حاجات تحفة وهتفرحي بيها الكل وهتبهريهم بصراحة يعني. وكده الشربات بتاعنا يكون برد هننزل عليها. بصوا زي ما انتم ما شايفين طلعت شكلها تحفة يا جماعة ومقرمشة جدا. بصوا بقى سوبر سوبر قرمشة. شايفين قرمشتها. طبعا رشة الدقيق اللي عاملاها كده. ونكون خلصنا مع بعض كده الفيديو، واشوفكم حبايبي في فيديو جديد.